بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. النهارده Great Expectation chapter 6 A visit from Joe. A visit زيارة من جو إلى لندن. طبعا في vocabulary أهم كلمة a life sentence. كلمة sentence احنا عارفينها معانا جملة، بس اللي ليها معنى تاني معنى حكم بالسجن. يبقى a life اللي هي حياة، a life sent حكم بالسجن مدى الحياة. الفيربس برضو هتلاقيها سهلة ما فيهاش أي حاجة. new characters. النهارده هنتقابل مع شخصية اسمها مولي. مولي دي مين بقى؟ مولي مستر جاجرز هاوس كيبر، المدبرة بتاعت المنزل بتاعت مستر جاجر. تاني شخصية وكنا مستنيينها من زمان مستر ماجويتش. مين مستر ماجويتش؟ بيبس كونفكتس نيم. الاسم بتاع الكونفكت اللي هو قبله أول القصة بيب اسمه ماجويتش، الكونفكت اللي كان المجرم الهارب. دي كانت الشخصيات. هنخش مع بعض على بريامبل، الأحداث التمهيدية. احنا عارفين إن كمان بيب كان ليه 3 اتجاهات اللي هو بيروحهم في لندن. برناردز إن اللي هو الفندق بتاع برناردز اللي هو قاعد مع هربرت فيه، ودوت كان مقيم فيه. المكان التاني عند مستر ماثيوز هاوس، بيت مستر ماثيو اللي هو هيز تيتشر، المدرس بتاعه. تالت مكان اللي هو مستر جاجرز اوفيس، لما المكتب بتاع مستر جاجرز لما بيروح ياخد منه فلوس. دولت التلات اتجاهات اللي بيتحرك فيهم بيب. نكمل كده نشوف نمبر 1. Mr. Jaggers invited Pip, Startup and Drummel to dinner at his house. مستر جاجرز المحامي اللي هو الجارديان اللي هو الوصي على بيب عزم بيب وستارتوب ودرامل. من الاثنين دولت اللي هما ليرنرز، الاثنين اللي احنا قلنا عليهم قبل كده، ليرنرز المتعلمين مع بيب. دعاهم على العشاء to have conversation together، يعني عشان هما يقعدوا يتكلموا مع بعض. مستر جاجرز لايك درامل، حب أوي درامل. ليه بقى؟ درامل ده هو بوستد، الذي بوستد، كلمة بوست معناها يتفاخر. about his strength، قاعد يتفاخر بالقوة بتاعته and his rich family، والعيلة بتاعته. طبعا في الحالة دي بيب وستارت اب مش هيسكتوا. نمبر 3. ستارت اب اند بيب began to boast about، كمان بيب وستارت اب بدأوا يتفاخروا about how much they were strong too، قد ايه هم الاثنين كانوا اقوياء. نمبر 4. it didn't seem a conversation، الكلام دوت ما يظهرش ان هو بيكون conversation، مجرد محادثة، but a competition، لكن كان عبارة عن competition، منافسة. about who had the best skills of strength، عن مين أقوى واحد أو مين اللي عنده مهارات القوة. دي كانت competition ما بينهم، ما كانش conversation يعني. نمبر 5. مولي is housekeeper. هاوس كيبر مدبرة البيت، بس مولي دي كانت كل حاجة في البيت عند مستر جاجرز، هي اللي تعتبر سيرفنت وتعتبر كمان كوك، طباخة وهاوس كيبر. نعرف بس المواصفات بتاعتها عشان هتنفعنا قدام. هي شخصية يعني ملهاش أحداث كتير، لكن في الآخر تبان إن شخصيتها مين ومهمة. مولي about 40، حوالي 40 سنة. brought the food، أحضرت الطعام. and she was worried، لما جابت الطعام كانت قلقانة كده. if Mr. Jaggers wouldn't like it، لو مشكلة لو مستر جاجرز ما حبش الطعام دوت. نمبر 6. مولي was tall، المواصفات بتاعتها tall، كانت طويلة thin رفيعة and had pale eyes، وعينيها شاحبة. كلمة بيل هنا مش هتكون بمعنى شاحب، لكن هتكون معنى حزين، حتى عينيها كمان حزينة. احنا متعودين ان تشارلز ديكنز معظم الشخصيات بتاعته بيتميزوا بالحزن يعني. and long blonde hair، وشعرها أشقر وطويل. she looked like someone، كانت تشبه شخص ما فور بيب، يعني بيب قاعد يفكر فيها كده ويشوف شكلها بيتفكروا بحد، لكن هي couldn't remember، لكن ما قدرش يفتكر مين الحد دوت يعني. مستر جاجرز اسكت مولي تو شو هير سترينث، لما لقى بقى الاولاد الثلاثه عاملين كل واحد انا قوي انا قوي، فقال لهم طب تعالوا شوفوا مولي بقى وقوتها قد ايه. نمبر 7 تاني. مستر جاجرز اسكت مولي، طلب من مولي، اسكت هنا معناها طلب، مولي to show her strength، توري لهم القوة بتاعتها. she pulled up، رفعت her sleeves، الإكمام الكم بتاع الجلابية اللي لابساها والفستان. and they saw her strong wrists، وشافوا her strong wrists، المعصم بتاع ايديها القوي جدا. then she went away، وبعدين مشيت بعيد. طبعا لما مستر جاجرز أمرها بكده يعني. نمبر 9. مستر جاجرز gave بيب money، وهما ماشيين كده بيب قال له يا مستر جاجرز انا محتاج فلوس، اداله فلوس فور اكسترا فرنيتشر. اكسترا فرنيتشر اثاث يعني عفش اضافي. عند السيرفنج بوي، تخيل بقى ان بيب هنا وصل المرحله ان هو عاوز ولد خدام، وطلب عفش. العفش دوت بقى بتاع جنتلمان. كده هنوصل للكلايمكس اللي هي ذروه الاحداث.
بيب لما روح البيت معناه لقى لتر جاي له خطاب. الخطاب ده كانت مفاجأة بالنسبة له. ليه؟ جاي من عند بيدي اللي هي نمبر 1. بقى نقرا كده مع نمبر 1. A letter from BD said. الليتر ده كان بيقول ايه؟ I am writing to you. أنا بكتب لك يا بيب as a request بناء على طلب مستر جو جارجري. He will arrive at 9 o'clock tomorrow. هو هيوصل بكرة الساعة 9. tomorrow morning بكرة الصبح الساعة 9. يعني مفيش مفر يا بيب. Your poor sister أختك المسكينة is much the same as. نفس حالتها هي when you left لما أنت سبتها. Yours sincerely عزيزتك بيتي. وده كان إيه فحوى أو المضمون بتاع الخطاب. طب هنا نقف مع بعض في كلمة ديلما. ديلما ديت يعني في ورطة هنا. ايه الورطة؟ احنا عارفين ان بيب طبعا بيحب جو جدا، لكن في مشكلة ان بيب هنا دلوقتي اصبح جنتلمان، وجو مظهره ولا شكله ولا لبسه ولا اي حاجة تدل ان هو راجل كويس يعني. ده كان بيقلب بيب قوي. تعالي نقرا مع بعض ديلما كده. Of course بيب loved مستر جو. بيب دوت حب مستر جو أو as a close friend كصديق مقرب ليه. but that moment تلك اللحظة بيب became a gentleman. بيب أصبح خلاص gentleman in his fine clothes بملابسه الفاين الجميلة. he nearly forgot all about his old days. بيب ده تقريبا كده نسي كل حاجة عن أيامه القديمة. of بافارتي مع أيامه القديمة بتاعت الفقر. That was unexpected visit. ودي كانت ايه؟ an unexpected visit، زيارة غير متوقعة. طبعا ما كانش منتظر خالص كده يعني. نشوف بقى الإباب. هما 4 حاجات. مستر جو would remind him of his old days. زي ما قلنا مستر جو remind هيفكره أيامه القديمة which he tried to forget. يعني بيب ده حاول ينسى الأيام ديت خلاص. انت جاي ليه مستر جو؟ نمبر بي. بيب was afraid that درامل. ان بيب خد بالك مش خايف من هربرت اللي هو قاعد معاه في البرنارد ان، لكن هو خايف من درامل، لان درامل ما كانش بيحب بيب، ونفس الموضوع بيب ما بيحبه، لكن درامل لو شافه هيتريق على مستر جو. فهنا النقطة دي كانت بخوفة جدا بيب. تاني بيب was afraid that درامل would see جو. كان هيشوف جو in his messy appearance في مظهره الغير لائق يعني المتبهدل. سي بيب had no choice. في مشكلة هنا عند بيب. هنا بقى الديليما هنا يعني الورطة هنا. ما عندوش أي فرصة but to meet مستر جو in the early morning في الصباح الباكر. يعني لازم هيقابله. دي بيب had no time to arrange proper place to meet جو in. بيب كمان ما كانش عنده وقت اللي هو تو ارينج انه يرتب ويجهز بروبر بليس، مكان يعني افضل مكان مناسب تو ميت جو ان عشان يقابل في مين جو. فبالتالي استسلم للامر الواقع. النقطة نمبر 2. بيب thought that his new social position. بيب اعتقد ان المكانة الاجتماعية الجديدة بتاعته didn't allow him to meet. ما سمحتلوش ان هو يقابل بور جو. جو هنا الفقير. خد بالك دايما بور دي دايما بتيجي بمعنى مسكين او فقير، هنا بمعنى فقير. he felt ashamed of جو. واخيرا بيب شعر بالخجل من جو. نمبر 3. جو ريتشد برناردز ان. هنا بقى حصلت المفاجأة. زي الجواب ما بيقول فعلا ان جو وصل برناردز ان الفندق بتاع برنارد as expected زي ما كان متوقع. جو دوت seemed بدا عليه ان هو uncomfortable يعني مش مستريح and nervous. طب ليه يا رب؟ on seeing another بيب. برؤية another بيب. يعني another بيب آخر. يعني بيب آخر. هو كان متعود إن بيب دوت ولد صغير apprentice صبي عنده، فكان ليه شكل معين. دلوقتي لقى جنتلمان قدامه، فهيتعامل معاه إزاي؟ instead of saying بيب، بدلا ما يقول له يا بيب he said sir. قال له يا سيدي. فطبعا دي كانت صعبة جدا بالنسبة لمين؟ جو يعني. تعال نشوف الديالوج بقى اللي حصل ما بينهم. مستر جو بيقول له you have grown so much. you have grown. انت كبرت قوي. I hardly recognized you. انا بالعافية بالكاد تعرفت عليك. بيب قال له it's good to see you بمنتهى البرود يعني in a cold way كده. قال له it's good to see you. وخد بالك كاتب انا ما بين اقواس هنا seemed busy. شكله كده اللي هو عامل نفسه مشغول وكان ماسك كتاب وبيقرا فيه. لما مستر جيو حس كده من بيب اللي هو ما قابلوش كويس يعني it was tough
كان طف يعني كان غليظ المعاملة معاه. فخلاص يعني مستر جو قرر يقول له أنا جاي ليه ويمشي على طول. مستر جو رد عليه قال له ويل ماشي حسنا سير يا سيدي. يعني تخيل بقى مستر جو اللي هو مربي بيب بيقول له يا سيدي سير. ايه بقى المسج اللي هو جايبها؟ ميس هافيشام اسكت مي طلبت مني to tell you اللي انا اقول لك that Stella has returned ان Stella has returned رجعت عند بيت ميس هافيشام. في اللحظة ديت بيب نشوف بقى بيب ما تكلمش، بس نشوف ما بين أقواس كده مكتوب إيه. بيب ignored جو. كلمة ignore يعني يتجاهل، بس بيب غصب عنه هنا بقى فعلا بيب غصب عنه. ليه؟ بيب ignored جو تجاهل جو يعني ما حسش بوجوده. and thought of Stella هو بقى ده السبب. أول ما سمع كلمة ستيلا قعد يفكر فيها thought of Stella قعد يفكر في ستيلا. ده كان الديالوج. النقطة رقم 4 بيبس ignorance التجاهل بتاع بيب ده embarrassed مستر جو. embarrassed يعني أحرج مستر جو. نمبر 5 poor جو confessed. جو هنا بقى المسكين confessed اعترف that his suit قال الكلام ده لبيب. قال له البدلة بتاعته اللي هو لابسها يعني wasn't suitable for البدلة دي ما كانتش مناسبة بيبس نيو سوشيال بوزيشن المكانة الاجتماعية الجديدة بتاعت بيب. بس هيعمل ايه؟ هي دي امكانياته المادية. he apologized and left. شفت هنا مستر جو عمل ايه؟ apologized اعتذر لبيب. طبعا انا حاسس ان بيب ما كانش يديرت هيم in a formal way تعامل معاه بطريقة فورمال يعني رسمية. مستر جو ليفت مشي. بيب felt sorry for جو. بعد ما مشي بيب هنا ضميره وجعه تاني وحس ان هو نادم. سوري هنا معناها نادم حزين for جو. he searched for جو searched for قعد يدور على جو في الشوارع but جو vanished هنا معناها تلاشى يعني اختفى يعني disappeared يعني. نمبر 7 بيب decided to visit مس هافيشام. بيب طبعا أول ما سمع إن ستيلا رجعت لمس هافيشام تاني يوم على طول قرر إن هو يروح يزور مس هافيشام the following day and pass مستر جو فور وكمان يعدي على مستر جو فور من أجل أو علشان خاطر an apology اعتذار and forgiveness ويعني تسامح من ناحية طبعا مين مستر جو. 8 بيب decided to stay in an inn. لما طبعا بيب لما يجي الفيلج القرية عند مس هافيشام هل هو يقعد عند مستر جو ولا هيقعد في ان تاني؟ هو دلوقتي معاه فلوس هو قرر خلاص انه يقعد فعلا ان في فندق near مس هافيشام's house بالقرب من مس هافيشام because his clothes. ليه بقى يا ترى ايه تفكيره يعني؟ عشان الملابس بتاعته weren't suitable for ما كانش مناسبة ليه مستر جوز بور هاوس لمنزل مستر جو الفقير. تمام. نمبر 9 بيب forgot بيب نسي all about his sick sister. طبعا ديت هو يعتبر هنا ungrateful غير شاكر لأخته ما فكرش حتى في أخته اللي هو ممكن يزورها اللي هو أخته مريضة جدا. نمبر 10 بيب decided to take a coach to his village. بيب decided قرر إنه ياخد a coach يعني عربية حنطور لغاية القرية بتاعته. هنا بقى بياخد الكوتش ديت وهيروح بيها من لندن إلى الفيلج. طب حصل هنا بقى إيه؟ a terrible coincidence. كلمة terrible يعني فظيعة. coincidence يعني مصادفة فظيعة يعني غير متوقعة نهائي يعني. ايه بقى اللي حصل؟ وهو بياخد الكوتش علشان يروح بيها الفيليج وهو بيركب شاف تو كونفكتس ويرنج كانوا لابسين ليج ايرونز الاصفاد او الحديد بتاع الارجل and a guard or a soldier was with them. كان معاهم جارد حارس كان طبعا هو الحارس بتاعهم او السولجر العسكري بتاعهم. الكونفكتس دولت لما بص عليهم بيب فوجئ ان واحد منهم ودي كانت مصادفة غريبة هنا ان هو كان السترينجر. فاكرين السترينجر in the bar اللي هو قابله في البار and had the file وكان معاه الفايل and gave بيب a shilling وادى بيب a shilling وبيب كان خايف منه جدا لان الراجل دوت اكيد يعرف كونفكت بتاع بيب وكمان يعرف بيب عشان كده اداله شيلن. فشافه موجود هو من ضمن الكونفكتس دولت 2 كونفكتس
فركب معاهم، بس اختفى شوية بيب كده في المكان اللي هو كان راكب فيه. وبعدين جه يفكر كده، قال طب الكلام ده بقاله سنين، اكيد الكونفكت دوت لو شافني دلوقتي مش هيعرفني، لان انا I became older، انا اصبحت اكبر، and I am gentleman with new clothes، انا اصبحت جنتلمان وملابس جديدة يعني. تعال نقرا كده a terrible coincidence، نقراها مع بعض. on the coach to Pep's village، on the coach في العربية الهنتور إلى قرية بتاعت بيب. there were two convicts، كان في 2 convicts wearing، كانوا لابسين leg irons with a guard، ومعاهم guard soldier يعني عسكري، sitting behind بيب، كانوا قاعدين خلف بيب. بيب recognized one of them. بيب recognized معناها تعرف على واحد منهم. he was a stranger، كان الشخص الغريب of the inn، بتاع الحانة أو البار اللي كان قاعدين في الفيليج. who gave بيب، اللي هو اداله شيلين and had the file، وكان معاه الفايل. بيب was so scared، بيب ده كان scared، كان مرعوب to be seen، إنه يتشاف يتراءى by him، وسط هذا الكونفكت. بيب thought of how he became older، بيب فكر ان هو ايه became older، اللي هو اصبح اكبر سنا خالص. and his clothes were of a gentleman، كمان الكلوزز بتاعته كان جنتلمان. فطبعا ده بيبعد خالص ان دوت ممكن يكون بيب اللي هو الراجل ده شافه زمان يعني. هنا حصل الديالوج ما بين التو كونفكتس والجارد والحارس. الكونفكت بقى في زين اللي هو السترينجر بيقول ايه بقى؟ when I first went to prison، لما انا دخلت السجن I met a convict ماجويتش، انا قابلت كونفكت مجرم تاني اسمه ماجويتش. يبقى كده الراجل الكونفكت بتاع بيب اسمه ماجويتش. بيقول له ايه بقى؟ بيقول له بقى ماجويتش طلب منه ايه؟ he asked me، طلب مني to find a boy، ان انا ادور على ولد who had helped me years ago، الولد ده ساعدني قبل كده من سنين. he gave me a shilling، هو كمان ماجويتش ده اداني شيلينج to give that boy، عشان ادير الولد ده. the another convict بقى رد عليه قال له ايه؟ ماجويتش trusted you، اكيد ده ماجويتش عشان يديك شيلين ويقول لك دور على الولد اسمه، يبقى اكيد بيثق فيك جدا يعني. convict of the inn بيقول ايه؟ رد على الكونفكت ده قال له ايه؟ يس، فعلا هو كان بيثق فيا. الجارد رد عليهم هنا لما كانوا قاعدين يتكلموا، قال لهم ماجويتش got a life sentence for that escape، ماجويتش يعني حصل على a life sentence، حكم بالسجن مدى الحياة for that escape، لهذا الهروب. الهروب اللي هو أني لما قابله بيب كان escaped from the prison ships، فبالتالي خد a life sentence مدى الحياة. النقطة رقم 11، بيب knew his convict's name now، دلوقتي بيب عرف خلاص الاسم بتاع الكونفكت بتاع زمان اللي هو قبله، اللي هو هنقول عليه ماجويتش. وافتكر الاسم ده كويس لانه قدام هيظهر ماجويتش دوت ويكون له دور كبير قوي. 12 هي باست بيب بقى يعني. بيب باست مستر جوز فورج، وهو رايح على الان بتاعه مر على مستر جوز فورج. he was tired، كان تعبان طبعا، and worried، وكان قلقان من اللي حصل من الكونفكتس. he preferred to go to the inn، هو قرر ان هو يروح على الان على طول الفندق to save his bar to sell. حتى في اللحظة ديت هو اناني يعني، بدل ما يروح لجو يعتذر له قال لا استريح علشان انا اوفر مجهودي ده كله عشان خاطر ستيلا. point number 13 that night، يعني تلك الليلة he dreamed، هو حلم that Stella loved him، ان ستيلا دي حبته because علشان he became a gentleman، عشان اصبح جنتلمان. ده مجرد حلم انها حبته عشان هو خلاص لما شافته بقى بالملابس الجديدة والمنظر الجديد حبته يعني. questions and answers، الاسئلة والاجابات. number 1 when Molly served dinner، لما مولي سيرفد قدمت، سيرفد هنا خدمت يعني قدمت الدينار العشاء. she was worried، كانت قلقانة that Mr. Jaggers wouldn't like it، ما كانش هيحب الأكل ده. what did that show about Mr. Jaggers character، ده يوري لك إيه عن شخصية مستر جاجرز؟ الإجابة مستر جاجرز was serious and firm، مستر جاجرز كان serious جاد وفيرم حازم. نمبر 2 what troubled Bib about Molly، ايه اللي قلق بيب بالنسبة لمولي اللي هي الهاوس كيبر بتاعت مستر جاجر؟ she reminded him of someone، هي فكرته ذكرته، لما بيشوفها كده بتفكره بشخص ما يعني بواحدة تانية يعني. but he couldn't remember، لكن هو مش قادر يفتكر. الست ديت بتفكرني بحد معين بس انا مش فاكر مين هو. the same eyes، لها نفس العيون، hair نفس الشعر، and body ونفس الجسم، بس مش قادر يفتكر مين هي. نمبر 3
as a Bib's guardian كوصي لبيب. بيب told Mr. Jaggers his real feeling. قال له his real أو real feeling شعوره الحقيقي towards درامل. قال له أنا بشعر من ناحية درامل ده لأن I hate him، أنا بكرهه. What was Mr. Jaggers' response؟ إيه قال له إيه؟ نصحه بإيه يعني؟ بيب should have avoided درامل. إن بيب ده كان من المفروض إن هو يتجنب درامل، ملوش دعوة بيه. Number 4. Mr. Jaggers' dinner turned to be a competition not a conversation among the three learners. تاني الدينر العشاء بتاع مستر جاجر turned to be تحول إلى منافسة في الكلام، لكن conversation ليس حديث ودي ما بين الثلاثة المتعلمين اللي هو بيب درامل and ستارت اب. clarify يعني وضح الكلام ده. الإجابة درامل بوستد قاعد يتفاخر about his strength بقوته and his rich family وعيلته الغنية. that made هذا الذي جعل both كل من بيب and ستارت اب show يوروا their skills of strength too مهاراتهم في القوة أيضا. Number 5. Miss Havisham informed Pip by Joe that Stella returned home after a trip of learning. تاني مستر هافيشام informed أخبرت بيب by Joe عن طريق جو إن استيلا رجعت من رحلة تعليمية. What was her cunning purpose؟ ما هو الغرض الخبيث؟ بعتت جو لغاية لندن عشان تقول له استيلا رجعت. To trap بيب عشان تصطاد بيب مرة تانية، تحطه في فخ. She knew مس هافيشام عرفت كويس قوي for sure that بيب loved Stella so much إن بيب ده كان حابب ستيلا جدا. It was easy to trap him كان من السهل، عشان كده كان من السهل إنها تحطه في فخ. To revenge طبعا عشان تنتقم. Number 6. Poor Joe didn't stay for long or for dinner at Pip's inn. تاني جون مسكين didn't stay ما قعدش كتير ولا حتى للعشاء في الفندق بتاع بيب. illustrate بص ليه 5 حالات. ايه Mr. Joe was uncomfortable and nervous شعر بعدم الراحة وفي عصبية عنده كده شوية on seeing new بيب ان هو شاف new بيب واحد جديد ماشي. بيب seemed to be a gentleman شكله كده جنتلمان ما بقاش عارف يتعامل معاه كجنتلمان. ولما يقول له لما هو اصبح جنتلمان هيقول له يا بيب ولا يقول له يا ايه؟ وخاصة البيب يعني he was tough with him. he couldn't call him بيب ما قدرش يناديه يقول له بيب as before زي قبل كده. he called him sir ناداه له قال له يا سيدي. see بيب didn't welcome him بيب كمان ما رحبش بيه قوي يعني as Joe expected كما توقع جو. يعني جو كان زمان لما كان بيتقابل مع بيب كان بيركب فوق اكتافه وبيقعدوا يهزروا ويضحكوا مع بعض كانوا close friends. دلوقتي بيب لما شافه he didn't welcome him يعني ما ادالوش ترحيب جامد يعني. بيب treated مستر جو in a formal way. بيب treated يعني تعامل مع مستر جو in a formal way بطريقة رسمية. مستر جو felt embarrassed مستر جو دوت شعر بالإحراج and left ومشي. Number 7. How do you know that Pip felt sorry for مستر جو؟ طب الموقف دوت لما مستر جو مشي ايش عرفك بقى ان بيب شعر بالأسف يعني وبالحزن على جو صديقه جو. بيب looked for مستر جو in the streets قعد يدور عليه في الشوارع but he vanished لكن هو disappeared اختفى يعني. Number 8. How did Pip know about his convict's name؟ ازاي بيب عارف اسم الكونفكت بتاع زمان اللي هو كان اتضح انه اسمه بقى ماجويتش. ايش عرفه؟ نحكي الحكاية باختصار تاني. It was a coincidence انها كانت مصادفة on taking a coach ان بيب لما the coach to the village الى القرية to see Stella عشان يشوف ستيلا. two convicts كان في مجرمين راكبين rode the coach كانوا راكبين الكوتش sitting behind him كانوا قاعدين خلف بيب. a convict of them واحد منهم convict منهم was a stranger كان الشخص الغريب whom بيب met in the inn اللي هو قابله فين في الإن في الحانة and gave بيب a shilling وادى بيب shilling and showed him the file والفاكرين اللي اداله شيلين وكده ومسك الفايل كده عشان يوريهوله يعني. he told the other convict هو الراجل الكونفكت ده اللي هو السترينجر ده أخبر الكونفكت اللي هو كان معاه
that Magwitch إن الماجويتش اللي هو بيبس كونفكت asked him طلب منه to search for a boy يدور على ولد whose name was Pip and give him a shilling ويديله هذا الشيرن. هنا بيب فهم إنه اسمه ماجويتش. Number 9. Why do you think that Pip didn't care about Joe when leaving? الإجابة on knowing that بمعرفته إن ستيلا got back رجعت الهوم بتاعها عند مس هشام he just thought of her كل تفكيره اللي سيطر عليه هو ستيلا ونسي مستر جو خالص يعني. Number 10. Why do you think that Pip looked a room? حجز a room. book هنا معناها يحجز مش معناها كتاب. booked a room حجز a room حجرة in an inn instead of staying at Joe's بدل ما يقعد في منزل جو. His new position مركزه الاجتماعي الجديد and clothes والملابس بتاعته were no longer لم تعد suitable for ملائمة لجوز هاوس لمنزل مين جو. طبعا معانا هوم وورك هتشوفوا بإذن الله وتحلوا ضروري جدا. ودي كانت نهاية شابتر نمبر 6. أتمنى أن أنت تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.